السلام عليكم. جايب لكم النهارده مزرعة جميلة أوي، المزرعة دي مزرعة فراخ، المزرعة دي على مساحة 16 قيراط. المزرعة دي في الغربية. تمام، المزرعة دي تنفع مزرعة مواشي، تنفع مزرعة دواجن، تنفع مزرعة، اللهم صل على سيدنا محمد، تنفع مصنع، تنفع تفتحها أي نشاط تجاري. عندك 16 قيراط مباني في المزرعة. أنا مصور لك الجزء الأخير، الكام باكية الأخيرة بس اللي في العنبر. من الآخر طبعا الحاجة دي للناس اللي حابة تستثمر أو الناس اللي حابة تفتح مشروع كبير على مساحة مباني. في عندك 380 في المزرعة، عندك أرض، عندك صرف صحي، عندك أسفلت، عندك بسم الله ما شاء الله مشروع هايل واستثمار ضخم جدا إن أنت تحطه فيها. على فكرة سعرها رخيص، سعرها بقى ما يجيش تمن شقة في طنطا، في اسكندرية، في المنصورة، في دمياط، في القاهرة. سعرها مش غالي. 16 قيراط مباني. على فكرة المزرعة مربعة. ان شاء الله هتبص عليها لو حابب صور لها، في صور موجودة ان شاء الله، تكلمنا ابعتها لك على الواتس او على التليجرام زي ما تحب. المهم ان دي مزرعة ما تفوتش من اي حد، سعرها رخيص في سعر، في سعرها رخيص بالنسبة لسعر المباني الموجود اليومين دول. تقدر تفتح اي نشاط، فيها براءة، فيها اللهم صل على سيدنا محمد، فيها رخصة، أرض ملك تبع الإصلاح. شاكر ليك إن أنت سمحت معايا الفيديو الآخر. طبعا فتحت نفسكوا على الفراخ، طبعا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بصوا يا جماعة، لو في ناس محتاجة حواليها فدان فدانين ثلاثة، لو عايزين يفتحوا مثلا مصلحة كبيرة، يفتحوا مصنع كبير، في موجود معاها، ورقها سليم، امورها خلصانه، مفيش فيها اي مشاكل. حواليك كل 100 متر هتلاقي مزرعه. المنطقه هناك منظمه ان هي منطقه مزارع، بحيث كل 100 متر، طبعا اللي فاهمين الشغلانه هيعرفوا عشان حكايه العدوى. اللي عايز يفتح مصنع في طريق ان انت تفتح مصنع. وانا شاكر ليك ان انت سمحت معايا الفيديو الاخر. متنساش تكلمنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.